هي مهمة مسلم بن عقيل ما هي بالكوفة. زين، التركيبة السكانية للكوفة منين متكونة؟ سنة 60. لا تقل لي كوفة زمن أمير المؤمنين وكلها شيعة، لا، احنا أثبتنا بالدليل. صاحب أنساب الأشراف يقول معاوية فرغ الكوفة من الشيعة المؤثرين، هجر 25,000 عائلة شيعية إلى خراسان، إلى إيران هجرهم. لو كل عائلة بها 5 هم 125,000، لو كل عائلة بهم 6 هم 150,000 شيعي هجرهم. فصارت سنة 60 ترى نسبة الشيعة 10%، كل السكان الباقين 10%. زين، شنو بعد بالكوفة؟ هاي كنا نعرفها. الكوفة كما يقول ماسنيون وغيره، عنده كتاب اسمه خطط الكوفة، راجعوه. أنا أذكر مصادر للمتابعين كلهم، لأن هاي مجالس وعي حسيني، هاي مسؤولية أمام الحسين عليه السلام. ولا قصة طوعة كلكم حافظين. هسه شوي ننعى ونبكي، ماكو مشكلة، البكاء مهم والنعي مهم، بس لازم ننصف الرجل، لأن الرجل كل ما نسمع قصته نتأثر. شنو اللي صار على مسلم بن عقيل؟ الكوفة مثلا، شوف أرقام، في الكوفة 50,000 دار للخوارج. خوارج منو ذول الخوارج؟ هؤلاء اللي قاتلهم علي عليه السلام بالنهروان. خوارج، رئيس الخوارج شمر بن ذي الجوشن، رئيس الخوارج حجار بن أبجر، من رؤساء الخوارج شبث بن ربيعي، عمرو بن الحجاج الزبيدي، ذول كلهم مجرمين كربلاء خوارج. لا تقول لي والله الإمام علي أو أن شمر كان في جيش أمير المؤمنين بمعركة صفين، وشبث هم كان في الجيش، إذا دول الشيعة علي قتلوا. يا أخي ترى جيش الإمام علي بمعركة صفين جيش دولة مثل جيشنا هسه هاي الوحدات العسكرية في مناطقكم تلقى بها الشيعي، تلقى بها السني، هاي المذاهب. أنا قلت لك أكثر من مرة احنا مع المذاهب، لأن المذاهب فقه، مذاهب دليل. أنت سني ابقى سني على راسي، أنت شيعي ابقى شيعي. احنا مع المذاهب لكن ضد الطائفية، ضد التهجير، ضد القتل على الهوية. بس أنت ابقى بدينك، ابقى بمذهبك، ما دام قائم على الدليل الفقهي ابقى، ما عندي مشكلة أنا. لاحظني اليوم جيشنا العراقي متعدد القوميات والمذاهب والأديان، طبيعي جدا. هذا نفس جيش الإمام علي. يعني الشمر من قائد لواء أو قائد سرية في جيش الإمام علي، يعني مو يعني الشمر كان شيعيا، لا، هذا جيش دولة، أي واحد ينتمي له. الجيش العقائدي الوحيد، اسمعها مني، اللي كلهم عقيدة وحدة، هو جيش الحسين بكربلاء، كلهم موالين للحسين. أما بقى جيش الإمام الحسن هم جيش متعدد الطوائف والقوميات. جيش النبي صلى الله عليه وآله هم كان في جيش النبي جماعة يحبون علي، جماعة يكرهون علي، كان فيه يهود، كان فيه نصارى، وهكذا. فهؤلاء الخوارج عندهم 50,000 دار بالكوفة، لا تنسى هذا رقم. بعد الشاميون اللي من هجروا الشيعة أتى معاوية بهم عندهم 25,000 دار. الشاميين دول أتباع معاوية معروفين، وعدائهم لعلي واضح، عداء واضح لعلي بن أبي طالب، يعادون أمير المؤمنين. بعد الكوفة بيها يهود، بعض المؤرخين يقول بعد 100 سنة أو 200 سنة من معركة كربلاء وصل عدد اليهود إلى 7,000 دار. الكوفة بيها نصارى. الشيخ باقر القرشي على الله مقامه يقول هذا المكان أو الشارع من مسجد الكوفة وصولا إلى مسجد السهلة إذا رايحين به، هذا يقول كان عبارة عن صيرفة، عبارة عن سوق نسميه اليوم سوق أوراق أو سوق مال، صيرفة، وأغلب الذي يشتغلون بالصيرفة هم يهود ونصارى، بيت المال عندهم أو حركة تداول الأوراق وهالتفاصيل والعملات عندهم. زين، الكوفة بيها ترك، الكوفة بيها رومان، الكوفة بيها خزر، الكوفة بيها صقالبة. لا تتصور هاي الكوفة الخوانة وخانة مسلم وأعوانه، ما عندي مشكلة، بس تعال هو من الذي خان مسلم؟ من الذي وقف بوجه مشروع مسلم بن عقيل؟ زين، على حدود الكوفة عندنا 10,000 مقاتل أرسلهم يزيد، ضربوا طوقا أمنيا على الكوفة، احنا تكلمنا عنهم، الكتيبة الشامية بقيادة حسين ابن نمير، بعدين طلعوا منهم 4,000 اطوهم الشمر وقالوا له روح اقتل الحسين. فمسلم من اجل الكوفة هذا وضعها اخواني 10% نسبة الشيعة في الكوفة. زين، ذولا ترى 10%، لأن أكو نص أنا قرأته عدد الكوفيين في زمن مسلم بن عقيل ما تصوره بالملايين، كل المدينة مو هالعدد. ذولا 10% ترى مو كلهم مقاتلة. أخواني أحبتي، ترى مسلم بن عقيل مع احترامي لكل المهن كلها على راسي أخليه، بس أنا أضرب لك مثال، مسلم بن عقيل ما يبيع قماش، مع احترامي للي يبيع، ومسلم بن عقيل مو حداد، مع احترامي للحدادين. مسلم بن عقيل رجل عسكر، جنرال عسكري. اخواني مسلم بن عقيل اقرب تاريخه، مسلم اولا العلامة الكرباسي، تتصور مسلم شفتوه في بعض المسلسلات طلعين شاب صغير وحاط له ورقة يقرأ، لا اخويا ترى مسلم مو شاب، مسلم صحابي، يعني لحق عن النبي. العلامة الكرباسي في دائرة المعارف يقول مسلم بن عقيل مولود سنة 3 للهجرة، يعني مسلم أسن من الحسين، إمام الحسين مولود 4، يعني أكبر من الحسين بسنة. عمره يوم استشهد
كان عمره 57 سنة. تصور طفل مسلم ولا شاب صغير، لا كبير. بعد مسلم بن عقيل سنة 21 اشترك في فتح شمال أفريقيا وكان أميرا للجيش وأصبح واليا. بعد في معركة صفين، أنا من قلت لك ترى مسلم لا يبيع قماش ولا حداد، مع احترامي لكل المهن كلها على راسي، أريد أوصل لك مسلم قائد عسكر. تفهمني شنو قائد عسكر؟ يعني الحسين من يدز قائد عسكر ما يدزهم المجتمع مدني. افهمني، أنا اليوم جاي لمدينتكم الطيبة، عندي محاضرات ألقيها، ألقي على مدنيين. أنا مو بالتعبئة العقائدية على مود أروح للحشد ألقي عليه محاضرة، لاحظ، ولا أنا أستطيع أحمل سلاح وأقاتل بالمناطق الساخنة. أنا شغلي محاضرة. مسلم شغله عسكر. معركة صفين على الميمنة الإمام علي نزل بالمعركة 4 قيادات كبيرة من بني هاشم، وتحديدا من آل أبي طالب، الإمام الحسن على الميمنة، والحسين وعبد الله بن جعفر زوج زينب، ومسلم بن عقيل. فمسلم قائد عسكري. أخواني، الحسين من يدز مسلم للكوفة، إذا دز قائد عسكري شي يريد من عنده؟ ها؟ يبني له قصر مثلا؟ لو شي يريد من القائد العسكري؟ جاوبوني، أريد أسمع منك. ها؟ شي ينظم له؟ قائد عسكر شي ينظم؟ ها؟ وياي بروح أمك وياي، بس انتبهوا لي. مدير مدرسة شي يدرس؟ لا، ما عندكم مدارس؟ مدير مدرسة شي يعلم؟ طلاب، مو صح؟ إيه جاوبني، لا تخجل جاوبني. قائد العسكر وياه من يتعامل؟ جنود. تفهمني؟ قائد العسكر وياه من يتعامل؟ أريد أسمع منك. جنود. جيد، عليك نور كما يقال. إذا قائد العسكر يتعامل ويا الجنود، مو كل الناس جنود. هو من قال له تروح تاخذ لي البيعة من أهل الكوفة، هو ايش تتصور؟ مسلم بن عقيل يجي لأبو العمالة مع احترامي يقول والله تعال اطلع الكربلاء قاتل، يقول له شو اللي دخل؟ تتذكرون من صارت فتوى الجهاد الكفائي، مو كل أهل خانقين طلعوا يجاهدون، لأن بيهم معلم ومدرس وطبيب وبيهم موظف وبيهم مدير، دول ما لهم شغل بالقتال. صح يدعم لوجستي ما عنده مشكلة، بس المقاتلين هم إلى قدرة على القتال ومتدرب يروح يقاتل، يروح يقاتل. فمن تسمع بايعوه 42,000 أو 18,000 أو 12,000 كله كذب. هم الشيعة أقلية، يعني معقولة حتى العجائز تبايع مسلم؟ ايش يسوي العجوز بالقتال؟ وش يسوي الطفل بالقتال؟ وش يسوي الشاب بالقتال؟ مسلم جاي يهيئ كتائب من المقاتلة، اللي يحب يقاتل مسلم بن عقيل يجنده، وما يحتاجون ترى تدريب، هو يجنده ويحضره يقاتل بكربلاء، يدز الكربلاء وقسم يخليه بالكوفة يدخل معركة مع ابن زياد. هاي وظيفة مسلم بن عقيل، مو وظيفة مدنية. ولذلك اللي يقول لك مسلم بن عقيل فاتح لبيت ويبايع الناس، هذا كذب من السماء للأرض. ليش؟ لأن ابن زياد من دخل الكوفة قال لهم تنقبوا لي عن مسلم بن عقيل كما تنقبون عن الخرزة. شلون طلعوها من القاع؟ جيبوا لي مسلم بن عقيل، اصعدوا للسماء انزلوا للأرض،